تعرفي ايه اكتر 5 حاجات لو عملتيهم هتقدري تفهمي الراجل اللي انت مرتبطة بيه اكتر وتقدري تحافظي على علاقتك بيه اكتر؟ ببساطة في حاجات كده لازم نبقى حاطينها في دماغنا وانت بتتعاملي مع الراجل. هو احتياجات الراجل ده ايه؟ انا عشان افهم الراجل اللي معايا شريك حياتي ده ايه اللي بيبسطه وايه اللي يزعله، احتياجاته ايه، هو عايز مننا ايه، لازم اسال نفسي اول حاجه هو انا حاطه نفسي مكانه ولا لا. اول حاجه انا فاهمه هو عايز ايه مني، فاهمه هو بيحتاج ايه مني. طيب الراجل بيحتاج ايه من الست؟ وهخلينا هنا نقول بشكل كده بسيط وغير معقد، اللي هي اول حاجه الراجل بيحب من الست الاحترام، ان هو يحس ان هو محترم. الراجل بيحب من الست ان هو يحس ان هو مسؤول عنها، زي دور بابا كده شويه. الراجل بيبقى عايز من الست ان هي يحس ان هي مكتفيه بيه ومش محتاجه حد غيره، وان هي مسؤوله منه بس في نفس الوقت تقدر في وقت من الاوقات تقول له بص انا هقدر اعمل لك كذا، انا هقدر اساعدك في كذا، انا هقدر اعمل لك كذا، مش عشان هو محتاج مساعدتها قد ما هو محتاج ان هو يعرف ان هي برضو ايه، سند ليه. مش سند اللي هو اللي هتنزل له وتروح له وتجي له، بس في الاخر ان هي فاهماه. ليه؟ لان هو طول ما هو حاسس ان هو مفهوم طول وهو مستريح. وفي اخر حاجه الاحتياجات الطبيعيه لاي راجل اي بني ادم، ان هو في الاخر عايز ياكل، عايز يشرب، عايز يحس ان هو مرغوب فيه، عايز يبقى عنده علاقه كويسه بيكي في اطار الجواز. ان هو في الاخر دي احتياجاتنا اللي محدش هيبقى معترض عليها او ما فيهاش اختلافات كتيره ما بين الرجاله ومع بعض. الحاجه الاخيره اللي هتفرق معاكي اكتر بكتير ان انت تعرفي هو الراجل اللي معاكي ده بيفهم ان انت حباه ازاي. يعني في زي كتاب كده اللي هو Five Languages of Love بيتكلم ايه، في ناس بتفهم الحب بين الواحد يعمل له حاجه، انا طبخت لك فانا فهمت ان انت بتحبيه. وفي حد بيحب يسمع ان يا حبيبي اعمل لي كذا، او يا حبيبي انت فين، او يا حبيبي او كذا. وفي حد بيحب ان هو يجاب له هدايا، اللي هو يقول ايه، انا بصي او بص يا حبيبي انا جبت لك ده هديه بمناسبه عيد ميلادك، او انا جبت لك ده شفته فقلت ده يليق عليك فانا هجيبه لك. وفي حد ان هي تيجي كده اول انت ما تيجي من البيت تروح هي حضناك، فلما انت بتحضنيه هو بيحس ايه ده، دي عايزاني، دي مبسوطه بيا، دي فرحانه بيا، ده انا مرغوب بالنسبه لها، ده انا شكلي مغري بالنسبه لها. مش مغري ازن فيزيكال او شكل بس، لا ازن ده حد شخص كامل، انا مبسوطه بوجوده معايا وفرحانه بيه وكفايه عليا. وفي حاجه اخيره اللي هي فكره ان ايه، ان اللي هو ببساطه بيبقى كل دول مع بعض، ان في حد بيبقى عايز يسمع كل ده ويعرف كل ده، ودول بيبقوا اقل بس ده بيحصل، ان انا عايز اسمع وعايز منها ان انا اسمع، وعايز منها ان هي تحضني، وعايز منها ان هي تعمل لي، وعايز منها ان هي تقول لي. كل الكلام ده في الاخر بيوصل وبيثبت للواحد ان هي بتحبه ومكمله معاه، والموضوع ده متجدد مش بيتعمل مره وخلاص. لو حطيت نفسك مكان جوزك او مكان شريك حياتك او خطيبك، وقلت هو محتاج مني ايه، ووصلتي له وعملتي له ده في الاطار اللي هو ما يمشيش معاكي، لو انتوا لسه مش متجوزين، ما يمشي مقبول بالنسبه لك عادي ومفيهوش مشكله، وبتعمليه ان انت تخرجي معاه، تتكلمي معاه، تتبسطي، تقولي له انا مبسوطه ان انا بنزل معاك، انا مبسوطه ان انا كذا، انا فرحانه بيك، وبتوصلي ان انت بتحترميه وبتقدريه، وتوصليه ان انت مسؤوله منه ومسؤوله عنه كمان ساعات في الوقت اللي هو بيبقى عنده مشكله وحاسس ان هو شويه تايه او متضايق، فبتقول له انا موجوده، مش طالب، وهو مش هيطلب منك حل قد ما هيطلب منك ان انت بس تديله الاحساس ده. ده هيقوي علاقتك بيه اكتر وهيحسسك قد ايه اكتر ان الموضوع بسيط ومش محتاج التعقيد، ان انا لازم افهم الرجاله قوي ازاي، والرجاله دول مختلفين وقراب عننا، والمواضيع اللي هي بتبقى ترندي قوي بس في الاخر ما بتوصلش بنتيجه واضحه وصريحه.